حصل خصم حالا دلوقتي على اكبر عربيه اس يو في تحت 1.5 مليون في مصر. ايه الموضوع؟ خلود هيقول لك. الفيديو ده سبونسرد باي بروفي كار، زيوت المانيه موتورك يحبها. جي اي سي نزلت خصم حالا دلوقتي على اكبر عربيه عندهم الجي اس 4 ماكس، وبقت بعد الخصم ب1.250 مليون. وانا فاكر كويس جدا لما خدتها تيست درايف بعد حفل الاطلاق بتاعها لما اتقدمت ب1.440 مليون، وفاكر حاجات جميله جدا عجبتني في العربيه دي وحاجات ما عجبتنيش. فلو انت بتفكر تجيب عربيه اس يو في في السيجمنت ده، انا جاي اقول لك دلوقتي نبذه سريعه. من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري لما عملت لها تيست درايف هي استهلاك البنزين بتاعها. فواتير جي اي سي عموما مختلفه عن بقيه العربيات الصيني بالسمعه السيئه في موضوع استهلاك البنزين، واللي ياكد كلامي ان انا لما رحت دبي شفتها شغاله كتير جدا تاكسي. مواتيرها كويسه ولذيذه، جير بوكس كويس يعتمد عليه، والاهم من كل ده المساحات اللي جوه، اللي قدام واللي ورا، ومساحه الشنطه اللي فوق 600 لتر. شكلها من قدام كان بالنسبه لي تحفه، من ورا كنت محتاج اتعود عليه، كان غريب شويه بالنسبه لي. بس عموما كباكج عربيه تنفع كويس جدا للعيله. بس في حاجات عبيطه لكن ازعجتني الصراحه، يعني حاجات صغيره كده بس كنت حاسس هتبقى احلى لو كانت موجوده. مثلا ورا مفيش مسند، مفيش ارم ريست في الكنبه اللي ورا، مفيش كفر للشنطه. الشاشه جميله جدا وكبيره وفيها ابل كار بلاي، بس في جناحات، في كده جزئين يمين وشمال مش فاهمهم. انا عارف انها حاجات عبيطه بس هي ازعجتني انا الصراحه. لكن تكنيكال وايز، موتور وجير بوكس واداء واستهلاك بنزين وثبات على الطريق ومساحات ممتازه جدا من قبل الخصم. فدلوقتي ب1.250 مليون هبتدي ارشحها لناس كتير. بس كده، رعب فل خلود، واشوفك الفيديو الجاي.